وعلى فكرة على الرغم من التكتلات اللي بتحصل فيه، يعني كده في تكتلات تانية بره في السوق، بس التكتلات تانية هي بتاكل في بعض. اهلا بيكم معانا النهارده في حلقه مختلفه تماما، وهتكون حلقه لذيذه انا متاكده، لان انا هعرفكم على احسن حد انا اتعاملت معاه في الشغل، وهو في بي ريد مستر محمد نظمي، وهو ماي دايركت مانجر. اهلا بيك يا مستر محمد. اهلا بيك يا مرمور. ازيك؟ ايه الاخبار؟ كله حلو. كله حلو، شكلك حلو زي كل يوم. ميرسي. هسالك سؤال لذيذ جدا. قول يا ست كل. ومختلف شويه، وسؤال لكل المجالات بصراحه. هل تفتكر العلاقة ما بين المانجر والتيم توكسيك او ريد فلاج ولا لا؟ بصي، انا اتخرجت سنه 99. ابتديت اتعرف على المجموعه اللي انا شغال معاها، مستر خالد واستاذ بناني وعبير، وطبعا مؤخرا طبعا من اجمل الناس مستر عمرو شمس، من 2009. فانا بقالي معاهم فتره كبيره، وبصراحة لما اتعلمت من الناس دي أهم حاجة إن المكان اللي احنا بنشتغل فيه، احنا حقيقي الكلام ده طبعا بالنسبة لك برضو، احنا بنقعد فيه أكتر من بيوتنا. احنا مجرد ما بنصحى الصبح الساعة مثلا 7-8، نبقى في شغلنا مثلا الساعة 10، احنا بنمشي كل يوم 7-8 بالليل، بناخد يوم واحد أجازة. فأنا شايف إن لو العلاقة توكسيك ما بين أسرة والفاميلي اللي بنشتغل فيها جوه المجال بتاعنا، دي حاجة مش حلوة تماما. دي حقيقة فعلا. لكن أنا شايف إن إحنا بنقضي وقت كبير جدا جدا في شغلنا، فلازم تبقى العلاقة بجد أكني بعامل أهل بيتي وأقرب الناس ليا، عشان إن أنا ببقى مبسوط مجرد ما بفتح عيني إن أنا رايح أقابل اخواتي وصحابي وحبايبي والناس اللي بيشتغل معايا. دول بالنسبة لي دول دراع اليمين والشمال. فلو أنا العلاقة بقت طف، بقت علاقة جامدة، أفتكر إن دي هتبقى حاجة مش هيلسي، وحاجة مش أحلى حاجة، وهيبقى الناس نفسها مش مبسوطة. اوكي. لا، وحضرتك بصراحة اكتر شخص اكتف انا شفته في حياتي، بيصحى من الساعة 5 الفجر ما شاء الله، وتبعت فويس نوتس من بدري. عارفين الموضوع ده كلنا. طيب، عملت ايه عشان تفضل مستمر في المجال بتاعك المدة الطويلة دي كلها؟ وهل دي كان فيها ريد فلاجز، او على كم الريد فلاجز كانت موجودة اصلا، او اللي قابلتها في الكارير اوكي على المدة الطويلة دي؟ بصي، هقول لك بقى حكايه يمكن مفيش حد يعرفها خالص بجد. أوكي. خالص تماما، حتى يعني اقرب الاقربين ليا. بصي، انا من وانا صغير، احنا عندنا دي كانت عماره والدي وجدي كده في مصر الجديده، كنا بنأجر فيها الشقق بتاعتها. فكانوا دايما كان في بقى زمان الوسيط والاهرام وكده، شايفين بقى عيل صغير كده، يلا بقى انت كلمنا في مصر ومش عارف ايه وبتاع. انا كنت باجد سعاده جامده جدا وما بزهقش خالص ان انا اجيب الجورنان، والله بجد اجيب الجورنان واقعد اكلم 100 بني ادم، احنا عندنا شقه بتاعتنا مش عارفه 3 اوض وصاله وبتاع، وتعال اجر. وبقيت كمان لما بيجي الناس زمان، طبعا الكلام ده بتكلم بقى سمسار يعني، ان هو لما كان بيجي الناس كنت انا اللي افرجه الشقه، وانا اللي اقعد اقنعه بيها ومش عارف ايه بتاع. فابتديت احس ان انا حابب الموضوع ده. انا متخرج 99، اشتغلت في الاول محاسب، طبعا كنت هتجنن، حاسس ان دي مش شغلانتي تماما. وبعدين اشتغلت في زيروكس 3 سنين ونص، بعد كده توشيبا 3 سنين ونص، واشتغلت ديفلوبر سنه، وبعدين ابتديت بقى في مجال البروكرج في 2008. اكتر حاجه بنصح الناس بيها بجد ان هو ما يقفش عند شغلانه هو حاسس انها مش شغلانته. انا اول ما اشتغلت في مجال البروكرج قلت هي دي بتاعتي، فابتديت اديها من كل طاقتي ومن كل قوتي، وابتديت ان انا فعلا حاببها جدا جدا جدا. فحسيت ان انا هي دي اللي هعرف ادي فيها الباور بتاعي، وقد كان هي دي الحاجه اللي انا بعرف ابدع فيها، هي دي شغلتي الحقيقيه. فالحمد لله انا ربنا كرمني وتوفقت فيها، ودي اللي انا بعرف ادي فيها يعني طاقتي كلها، لانها فعلا حاجه هي اي حد بيشتغل في مجال البروكرج وبيحب القصه دي والدنيا دي هو هيدمنها. فيعني بصراحة يعني حضرتك نجحت فيها، وبجد اسمك مسمع دايما، وانا مبسوطة وليا فخر ان انا اشتغلت معاك. انا اللي مبسوط جدا جدا جدا. انا عايز اعرف بقى الناس عليكي. يعني مورا يوسف هي الكولابريشن مانجر، وهي بصراحه دراع اليمين، ومن اجمل الناس اللي انا اشتغلت معاهم
وشخص اكتف جدا وشخص ناجح جدا. وانا بجد متعه وانا كل يوم الصبح بشوفها لانها فعلا هي اكتف وشاطره وناجحه وكانت فتحه خير لما ابتدينا حتى نشتغل معاها. انا كان عيلي عليها من زمان بس اول ما ابتدينا نشتغل تقريبا دلوقتي بقى لنا سنه ونص تقريبا حاجه زي كده كان ما شاء الله الكولابريشن كبر بشكل احسن وابتدى يبقى ليها علاقات بالكولابريشن كمان كلوز جدا 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 لانها شخص فريندلي جدا. وعشان كده بسالك بقى سؤالين هقفشك في سؤالين. قولي لي انت لما نقلتي من ديفلوبر لبروكرج دي كانت ريد فلاج؟ بصراحه لا خالص. انا بالنسبه لي وانا في ديفلوبر انا اول ما بدات انا كنت بشتغل مع 18 سنه. اوكي كنت عامله حسابي ان انا اول ما هتخرج انا هشتغل ريل استيت عشان ابقى مديلها وقتي كله. اول ما بدات انا طول عمري ديفلوبرز عمري ما دخلت البروكرج. كل ديفلوبر هو عنده البروجكتس بتاعته او البضاعه بتاعته ولازم كنت اذاكر اللي حواليا مش عشان مجرد المعرفه ايه اللي حواليا لا ده عشان اضربهم ازاي. فالموضوع كان مختلف يعني ومفيش شركه ملهاش ضربه يعني وكنت شاطره جدا في النقطه دي بصراحه يعني بعرف اضرب المشاريع حلوه قوي. انت قروبه حلوه قوي يعني الشركه اللي ما كنتش الاقي لها ضربه كنت اقعد اذاكر العقد بتاعها. فالبروكرج لما انا دخلت الكارير بتاع البروكرج هو بجد سوبر ماركت ده هايبر ماركت فعلا ومفيش حاجه اسمها ان انا اضرب حد كله بتاعك بالظبط. انا كده ببقى كونسلتنت وعرف الناس بلس كمان وانا في ديفلوبرز ان النقطه بتاعت موضوع الريد فلاج انا وانا في ديفلوبرز انا كنت شاطره جدا مع معاملاتي مع البروكرز كانوا بيحبوني وبعرف ازاي اشغلهم بعرف اخليهم ازاي يحبوا البروجكت بتاعي ويبيعوا لان الحمد لله كنت على طول ببقى في صفهم يعني مش الناس اللي هي تاخد بعات منهم او كده لا خالص. هم حتى كانوا يسالوني انت في شركه ايه دلوقتي عشان يجوا يشتغلوا معايا. فده كان مساعدني دلوقتي قوي في موضوع الكولابريشن يعني بصراحة الفولو اب واللف اللي بنعمله مع الكولابريشن واللونشز مع الديفلوبرز لان انا كده بنساعدهم في اللونشز بنساعدهم في الكلام ده كله. فاحنا دلوقتي حلقة وصل ما بينهم ما بين الديفلوبرز ان احنا بنعرف نسكنهم. انا عارفة الاصل عندي الباك جراوند بتاعي ان انا عارفة المطبخ بتاع الديفلوبرز عامل ازاي لان انا عديت على كذا ديفلوبر بيج نيمز فعارفة المطبخ ماشي ازاي. الشركة الديفلوبر اللي هي سيستم ماشية بسيستم وسي اي ال وستريكت قوي وشركات تانية قانون غابة وشركات تانية باي ميتنج او العميل قانون الغابة ده العميل بشيك يعني اللي يجيبه بقى ملهاش علاقة هتاكلوا بعض هتموتوا بعض ماليش فيه. بس فكذا نوع وكذا طريقة وكذا سيستم لكذا شركة. فده ساعدني دلوقتي وانا بتعامل في قصة الكولابريشن اساعدهم ازاي في قصة اللونشز اللي هو لا انت الكوتا انت سكن هنا ما تسكنش هنا ادي للناس بالظبط السيلز ده عامل ازاي لان انا عارفة خلاص السيلز بيبقوا عاملين ازاي في الديفلوبرز عارفة مين اللي هو لا هي البيعة وخلاص وساعة اللونش ما يردش عليك الكلام بقى اللي احنا بنشوفه ده كله بالظبط. قوليلي لما اشتغلنا سوا اختلاف مجالات شغلنا كانت تريد فلاج بقى ولا لا؟ لا خالص بالعكس بصراحة. ممكن انا عشان حظي حلو واعترف بيه ان انا حظي حلو. انا عدى عليا مانجرز كتير وده مش كلام على فكرة يعني انا يعني مثلا في ناس انا ممكن انا اقول اسميهم انا فعلا اتعلمت منهم دي حقيقة. بس احنا مختلفين ودي حقيقة. انا وانت نظمي احنا مختلفين جدا واختلافنا كان سبب ان احنا بنكمل بعض في موضوع كولابريشن بصراحة لان احنا بنتعامل مع شركات او اونرز وسي اوز كل واحد بمنتاليتي وبستايل مختلف. في ناس الكيمستري بتاعتك ماشيه معاهم حلوه قوي وفي ناس الكيمستري بتاعتها مش لاقيه ماشيه معاك وده طبيعي في اي بني ادم. في ناس انا الكيمستري بتاعتي بالظبط الكيمستري بتاعتي ماشيه معاهم جدا وبهزر معاهم وبقفش معاهم ويعني كل حاجه لان احنا فعلا زي ما حضرتك قلت احنا بنقضي يومنا كله في الشغل فاحنا يومنا برضو معاهم. فده كان مساعدنا
ازاي بقى تهندل ده وازاي وانا هندل ده وانتي تعملي حاجه وانا اعمل بالظبط. حاجه. فاحنا مكملين بعض كلنا جدا مكملين. بصراحه هايل. يعني في كل حاجه. وحضرتك برضو بتصحى بدري جدا، انا ما بصحاش بدري. انا باجي بدري كمان، مش معنى كده أنا ببقى صاحيه. بالظبط كده. بالظبط كده، دي حقيقه. هايل. قولي لي في ايه تاني، عندك ايه تاني في كيسك؟ طيب هسألك سؤال لذيذ. قولي جميله. بما انك عملت انترفيوز مع ناس من الكولابوريشنز اللي فاتت دي، دلوقتي ايه اكتر اجابة او اكتر جملة اتعادت كذا مرة في الانترفيوز وعلقت معاك؟ قالك حاجات كتير قوي. اكتر حاجه بصي على حسب ما انا يعني هفتكر طبعا وانا معاكي دلوقتي، يبقى غشاشين الاول. ان الناس كتير قالت ان الاكسبو بقى براند، بقى امر واقع، بقى قوي، بقى احسن اكسبو في مصر، بقى احنا مستفيدين ومبسوطين بالحكايه بتاعه الهب اللي ليها علاقه بالريكروتمنت، الهب اللي ليها علاقه بالليد، مبسوطين بالتريننج، مبسوطين ان في حاجات حقيقي لمسناها. وانا بقول يعني انا مش بكسف نقول كده ان احنا عمرنا ما كنا اي حد فينا حتى رد على فكره ان احنا كنا هنعرف نعمل الحاجات القويه دي كل واحد لوحده. ودي بصراحه اللي انا دايما بقولها لكل الناس، the power of Fred. هي دي الحكايه بقى، ان احنا مع بعض definitely اقوى. طب انا مش هسيبك بقى. نفس السؤال برضو ليكي، انت عملتي حاجات انترفيوهات كتير اليومين اللي فاتوا دول، ايه اكتر حاجه علقت في دماغك؟ هقول لك بصراحه كذا حاجه برضو اتقالت. ممكن ان رد هي فاميلي وان هي عيله بالنسبه لناس كتير. وفي حد كان قال لي الجمله دي عجبتني قوي بصراحه، ان هو لو لوحده هيتاكل، فلما يدخل جوه عيله تكتلات اللي احنا بالظبط يعني بيكبر. بيكبر فيها تحت امبريلا الكولابوريشن، فبيكبر فيها بصراحه. وان هي توتال سوليوشن. حلوه الكلمه دي قوي. يعني الموضوع مش قايم كوميشنز، هي مش بالجنيه زياده خالص. مش انا عندي هنا مصلحه فاروح اعملها، لا خالص. اصلا اللي بيدور على المصلحه وما بيكملش بصراحه. يعني في ناس كتير قوي مثلا لما بتيجي تاخد ريسك، فور اكزامبل لو تاجر بيجي ياخد ريسك، التجار عامه ريسك تيكرز عامه. فلما يجي يدخل حاجه او يدور فيها على مصلحته ويجي يفشل فيها، هو في الاخر برضو بيبتدي من مكان ما انتهى، مش بيقع. فاهمني؟ فالموضوع بيبقى مختلف. نفس الكلام في الريل استيت عامه. الريل استيت في الاول وفي الاخر هو ريسك، بس ريسك عن ريسك يفرق، لان الريسك بتاع الريل استيت بيكسب يا بيثبت مش بيقع، فده فرق كبير. وديبندز على الناس اللي حواليك. تمام. الناس اللي حواليك هي اللي بتطلعك، لان قصه الكولابوريشن يعني باختصار شديد، احنا بدل ما كل واحد بياكل لوحده وبيضرب في بعض، احنا بناكل مع بعض. فبندي فعلا بندي فعلا باور. والحمد لله احنا يعني كل الناس اللي موجوده وانضمت للفاميلي دي هم شافوا ده وكلنا حسينا بده، فكلنا ابتدينا بجد ندي من قلبنا، فابتدت الارقام تكبر وتعلى وتتحسن. وكل الناس شايفت ان احنا لما كلنا بنبقى ارقامنا احسن هو افاده لينا كلنا، فبقى كل واحد على حده مصلحته ان كل التانيين يبيعوا، فكل التانيين يعملوا ارقام، كل الناس تبقى اقوى، كل رقمنا كله يبقى في الاخر هو اي شركه حتى ريد هي جوه الكولابوريشن. وعلى فكره على الرغم من التكتلات اللي بتحصل فيه، يعني كده في تكتلات تانية بره في السوق، بس تكتلات تانية هي بتاكل في بعض. يعني هي تكتل بس بياكلوا في بعض. احنا غير بس الحمد لله ربنا يديمها نعمه بصراحه. يا رب يا رب. معانا هنا لا هو فعلا يعني، وشفتها شفناها في اللونشز يعني بصراحه. يعني لما يبقى فاهم حاجات السكيمينج والكلام ده كله، الناس تقول لها يا جماعه فاضل حاجه عشان نوصل سكيمينج اعلى، التاني اي حد يبيعها عشان نعلى اكتر. بالظبط هي دي حقيقه بصراحه. يعني موضوع فريد كولابوريشن لذيذ يا رب ان شاء الله. كل اللي جاي احلى يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كنت مبسوط بجد ان انت كنت معايا
ومش مبسوط بس ان انت كنت معايا النهارده في الحلقه، مبسوط ان انت موجوده فريد، ومبسوط قوي ان احنا الاثنين سوا وعلى طول بكلم بجد من قلبي يعني ان انت يوم ما جيتي ريد بقت احلى، والكولابوريشن كل الناس مبسوطه واد فاليو حقيقي بجد يا مرموره، وانا متوقع لك نجاح مبهر. افتكرت اول يوم انت ابتدينا فيه شغل سوا جيتيلي وبعدين رحتي قاعده كده قدامي كده على المكتب وحطيتي دراعك الاثنين قلت لي انت عايز مني ايه بقى؟ انا مش فاهم حاجه. انا مش فاهمه حاجه فعلا. جايبني هنا ليه؟ فما شاء الله الله اكبر، دايما كده شطوره ودايما احلى بنوته، وان شاء الله دايما كده في نجاح سوا يا رب ان شاء الله على طول باذن الله. بجد نظمي بجد ثانك يو وثانك يو ان انت مديري فعلا. انا مش بجامل وما بعرفش اصلا اجامل، انت عارف شخصيتي اصلا، بس بجد شرف كبير، وفي نفس الوقت انا بتعلم منك كل يوم حاجه جديده. تسلمي يا جميله، وانت بتعلم مني حاجات. نتمنى تكون الحلقات عجبتكم، مستنيين رأيكم في الكومنتس على الحلقات اللي فاتت، وشاركونا رأيكم ايه هي الريد فلاجز. ثانك يو.